من هو ملك شمال لبنان لسنة 2024؟ وهو ماريو الحرس. ألف مبروك ماريو، مبروك كبيرة كمان على الوصيف الأول. لبنان بيلبق له انه يعيش وبيلبق له يكون حلو، واكيد نحن متضامنين مع كل الناس، يعني مع شعب غزه متضامنين معهم من قلبنا، بس ما فينا بقى انه هذا حفل سنوي ونحن عندنا كونترايات برا ملتزمين فيها، سو انجبرنا ان نعمل الحفل. السنه الماضيه شارك معنا المشترك جيريمي مالكونيا، يلي لما قدم على الكاستنج نحن ما كنا عارفين انه هو عنده حادث او عنده حاله. بقى لما عمل الكاستنج قال لي يا ريت بتقبلوني لان انا عندي حاله. لما عرفنا شو هي الحالة أكيد نحن سوى لا حتى ما كانت عائق بالنسبة لنا أنه ما نقبله، لأنه هو عنده كل المواصفات لينقبل، ويمكن عنده كتير أشياء نحن كلنا سوا ما عنا إياها. اليوم من حق أي شاب أنه يعيش حياته الطبيعية. سيف الوليد حرب لبنان. سيف الوليد حرب عمل ضجة برا لأنه كان الكل متوقع أنه المفروض هو اللي يجيب اللقب، بس يمكن ما حلف الحظ أو مش الكل كانوا برأى لفت الأنظار. وكمان سيف بكرة الصبح مسافر، يعني عم يحضر الحفلة اليوم ومسافر بكرة على إسبانيا يمثل لبنان بمستر جراند انترناشونال. بنتمنى هاي المرة أنه يحالف الحظ ويجيب اللقب للبنان. ما عندي كلام أحكي عن هيفا لأنه مهما أحكي ما بفيها حقها كإنسانة كفنانة كصديقة، ما بقدر أنا أوفيها حقها لو مهما حكيت عنها. بعتقد أنا شهادتي فيها مجروحة. هي جزء أساسي من الحفل لأنه بعتقد يعني اتس بلاس للحفل كتير كبير. سعد مساكي. أول شيء اشتقت لكم كتير. مزبوط، صار لي فترة بعيد، العائلة أخذتني من الإيفنتات والظهرات. أنا من 27 سنة تحديدا بأول سنة 97 انتخبت، كانت أول مرة بيصير في مستر لبنان بلبنان. ايه، ومتى ما كان في بعد مثل هالايام لا سوشيال ميديا وكل شيء يعني. فالحمد لله وقتها اخذت ضجه كثير. هلا اللي الفرق بين هديك الايام وهي الايام انه الشباب ما عم بياخذوا حقهم مثل ايامنا نحن، قد ما كثرت اسمر للايفنتات وكثرت الانتخابات وهيك، والاوضاع اوضاع البلد والمنطقه بشكل عام كمان بتاثر على هالشيء. بس لابد انه نخلي يعني نعمل فرحه، يعني نبسط العالم بهيك ايفنتات، لانه ما فينا نضل حزنانين ونضل زعلانين. فبالعكس كثير منيح. ولما كانوا يسالوني غسان انه وقتها انه ينعمل مستر لبنان بهاي الاجواء، بقول لهم ليه لا، انا شاركت بالتمثيل، مثلت، قدمت برامج، كان فيني ضل. بس بصراحه مثل ما قلت لك صار عندي 4 اولاد، العائله كبرت، اولادي برات لبنان، شغلي بالسبور بالدومين، بنعمل بطولات نحن، كملت من بعد بيي. وهلا ما بين لندن وبيروت انا استفدت كثير طبعا، محبه الناس، البي ار، الناس صارت تعرفني. وهلا مين ما بيشوفني بيقول لي غسان ليه بعيد، رجع عمول شيء، الشاشه بحاجه لاشخاص مثلك. ان شاء الله هلا في بركي في كذا مسلسل معروض علي، بتشوفوني قريبا ان شاء الله. في شيء نحكي عنه هلا يعني؟ بس امضي، انت اول وحده حتعرفي بوعدك. It's so nice feelings to be here, and I'm so grateful. I'm so thank you to being here, to invited me to here. So it's a nice feelings, nice emotion. And also thank you for this, man. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you to invited me. You're welcome. Yeah, you're welcome. I'm so appreciated. Thank you. كل شيء فيه عنصر الجمال، عنصر الذوق، إن كان رجالي أو نسائي. الجمال جمال بالنهاية، الجمال بالفكر، بالعقل، بالمظهر، بالمنطق، بالفكر. كل شيء الله يعشق الجمال. نضال بشراوي يثبت كل سنة أنه هو بحالة تألق. هيدا الإيفنت هو بيقدم صورة ناصعة كتير حقيقة عن وجهة لبنان السياحية. نضال اليوم يتألق عبر شاشة الMTV بمشاهير الموجودين بهيفا وهبة اللي اليوم بدها تنور الكوكب كله وككل عام. أكيد إن شاء الله يا رب الإيفنت هيك بيكون على قد خاطر المشاهدين، وإن شاء الله السنة الجاية بنشوفكم كمان بإيفنت أكبر وأكبر.
عافية ينعاد عليك، إن شاء الله السنة تكون خير عليك وعلينا يا رب حبيبتي. بنبسط لأنه دايما هيك في فعاليات حلوة بلبنان رغم الظروف اللي عم بيصير، كل شيء اللي عم بيصير حوالينا. لبنان دايما هيك ايفنتات، أهم ايفنتات عم بتكون وأهم ناس عم موجودين، والجمال دايما موجود والأناقة والشياكة والترتيب. فبنبسط لأنه نحن بنكمل. تعرف اللبناني دايما بقولوا اللبناني قديش بيقطع عليه بضل هيك عايش، فهيدا الشيء لقب حلو لإلنا. الله بحب الجمال، كيف عبيده مثل ما بيقولوا. بالعكس الشباب كلهم مثل مصر لبنان ومس لبنان كلهم عندهم حلم. هيدا الحلم يبقى بده خطوة، وهيدا الخطوة بتفتح له مجال كتير كبير. المهم يكون هو على قد المسؤولية. ايه اكيد بتفتح له عالميا، بتفتح له شغل، بتفتح له حسب هو قد ايه بيشتغل على حاله. كل سنة عن سنة عم بهيدا الدومين او مصر لبنان عم بيصير الخطوة أكتر تشجيعياً أكتر، لأنه عم بيتعودوا على الفكرة. وأكيد بدهم حماس، بدهم يكونوا عم يشتغلوا على حالهم، مش إنه بس نكون بادي بيلدر. هيدي كتير شغلة كتير مهمة، بده يكون الجسم فت متناسق. مشان هيك ما كتير تفكروا إنه لازم نحن نكون كتير جيم وتنفيخ، لا، هو الشخصية، الذكاء، وكله بيكمل بعضه. نحن طبعا معودين على الامل بلبنان، ولولا هيك لو ما من هيك ما كنت شفتينا هون، ولا كان في ايفنتس بعد بلبنان، ولا كنا هالشعب اللي منشجع على الحياه ومنشهي على الحياه. اجمالا وقت كنت عمال اقيسها عن جد احترنا اي فستان بدي نلبسها، لان كلياتهم كانوا حلوين عليها، بس هي قررت بدها اللون الاسود، كان كمان رائع. كل واحد منهم من بعد هالحفله بينتقل لعالم الشهره والضوء، وكل واحد بيختار مجاله. هي فرصه لينطلق او ليتضوى عليه. هي الفرصة. مش كلهم رح يكونوا ملوك جمال، يمكن كل واحد يبرع بمجال ما أو يكون عنده موهبة ما. هيدي الفرصة اللي بتنعطى لكل شاب من هالشباب. نحن حملنا اللقب لمدى الحياة ومش لسنة، وهلا اجى دور يستلم للسنة شخص آخر. إن شاء الله بيكون كلياتهم إن شاء الله بيكونوا مرفعين يا رب، وهن اوريدي توفقوا بمجرد ما وقفوا وصلوا على مسرح مصر لبنان. بحاجه كثير انه لبنان دائما يكون في مناسبات فيها امل وفيها ايجابيه وفيها فرح. ومين احلى من مصر لبنان لهيك مناسبه بكازينو لبنان؟ اكيد بدي اتواجد وما بدي اقول لا ابدا.